ومن ناحيه التكليف دلوقتي هقارن ما بينهم على حسب تقدر تكمل في كليه ايه بعد ما تتخرج من المعهد ده، وتقدر كمان تكمل في هندسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده مهم جدا، اتطلب مني كتير جدا. معهد فني صحي ولا معهد فني تمريض؟ مين الاحسن ومين مستقبله افضل وتدخل انهي فيهم لو قدامك الاثنين؟ هعملهم على شكل مقارنه، معهد فني صحي ومعهد فني تمريض. اول وجه مقارنه معانا وهو الشعبه، كل واحد فيهم بياخد من شعبه ايه. معهد فني تمريض بياخد من شعبه علمي علوم بس، معهد فني صحي بياخد من علمي علوم وعلمي رياضه. تاني وجه مقارنه من ناحيه اللغه بتاعت الدراسه فيهم هما الاثنين بالانجلش. تالت وجه مقارنه عدد السنين، هما الاثنين الدراسه فيهم 2 و6 شهور امتياز. ومن ناحيه التكليف هما الاثنين برضو ليهم تكليف، وبتلاقي شغل بعد ما تتخرج على طول. هما الاثنين بتخرج منهم بمؤهل فوق المتوسط. دلوقتي هقارن ما بينهم على حسب تقدر تكمل في كليه ايه بعد ما تتخرج من المعهد ده. معهد فني صحي لما تتخرج منه تقدر تكمل في كليه العلوم الصحيه التطبيقيه، بس بشرط انك تترتب على الدفعه، يعني تبقى من اوائل الدفعه. وتقدر تكمل في تمريض برضو، بس لو كنت داخل المعهد وانت طالب علمي علوم، ما ينفعش طالب علمي رياضه يكمل في كليه تمريض. وتقدر كمان تكمل في هندسه، بس حاله برضو لو انت طالب علمي رياضه، وكمان تكون دخلت قسم فني اجهزه طبيه، ودول اللي بيعملوا صيانه للاجهزه الطبيه. وقتها تقدر تكمل في هندسه لو اجتهدت كده شويه. بالنسبه لمعهد فني تمريض، الكليه اللي تقدر تكمل فيها بعد المعهد هي كليه تمريض. وعشان تكمل في كليه تمريض محتاجه ان انت بس تجيب امتياز في التقدير التراكمي على مدار السنتين، تبقى جايب امتياز. ولو ترتبت على الدفعه كده ضامن انك باذن الله تكمل في تمريض. هي المقارنه دلوقتي من حيث فيها اقسام ولا لا. معهد فني صحي فيها اقسام كتير قوي، توصل لاكتر من 9 اقسام. من امثلتهم قسم التحاليل، قسم معاون صحي، قسم تركيب وفني اشعه، قسم اسنان، قسم طوارئ، قسم نساء وتوليد، قسم بصريات. وعلى فكره قسم اسنان ده مطلوب جدا، بالاخص للناس اللي كان نفسهم يدخلوا طب اسنان، لان هو انت بتتعلم فيه انك تعمل تركيبه الاسنان دي، ولازم يبقى عندك فن كده علشان تعرف تعمل التركيبه صح، وتقيس المقاسات بتاعت كل سنه وارتفاعها قد ايه وكده. فهي بتبقى فيها فن كده شويه. وكمان بالناس اللي حابه كانت تدخل اسنان. بالنسبه لمعهد فني تمريض فهو ما فيهوش اقسام، هو بتدرس كل حاجه كده مع بعضها، كل المواد كده مع بعض وكل التخصصات كده مع بعض، شبه تمريض. يعني هو يعتبر النسخه المصغره من تمريض، يعني تتخصص فيه بعد ما تخلص خالص 2.5 سنين. لكن فني صحي انت بتبقى داخل خلاص تدخل على قسم معين، هو ده اللي تكمل فيه، تتخرج على القسم ده خلاص، تبقى هو ده تخصصك والقسم بتاعك، ما ينفعش انك تغيره. طب وبتحدد الاقسام دي بقى عن طريق ايه؟ اللي عايز يعرف معهد فني صحي بتحدد على اساس ايه القسم؟ على اساس برده مجموعه في الثانويه العامه، كل واحد من الاقسام دي هياخد من درجه معينه. بالنسبه لفرص الشغل ومستقبلهم بقى، هما الاثنين يا جماعه ليهم مستقبل جميل جدا، وفرص شغل اول ما بتطلع بتلاقي شغل على طول، وبدليل ان في تكليف ليهم هما الاثنين. فانت بتطلع تاخد التكليف بتاعك وتشتغل، وليك تعيين يعني موجود كده ثابت. حابب بقى ان انت تطور من نفسك بقى وتكمل في الكليه وتعمل دراسات عليا وكده، تعمل عادي برده جدا، شبه ما قلت لكم كل واحده ليها كليات تقدر تكمل فيها. ده غير ان المعهدين سواء فني صحي او فني تمريض هما الاثنين ليهم فرص سفر حلوه جدا جدا، وشغل بره مصر حلو جدا. بس كده يكون انتهى الفيديو بتاعي. اتمنى يا رب اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم، ما حبيتش اطول عليكم خالص. عملت لكم وجه مقارنه كده سريع ما بين المعهدين، هما الاثنين بجد يا جماعه جمال جدا ومستقبلهم حلو جدا، واللي يجتهد فيهم يقدر ان هو يحقق حاجه جميله جدا في المستقبل باذن الله. ربنا يوفقكم كلكم يا رب. اي حاجه برضو عايزين تعرفوا عنها في الكومنتات اكتبوا لي، وان شاء الله اعمل بيها فيديوهات. بس كده، مع السلامه.